السلام عليكم طلابي الأعزاء طلاب الصف الثالث المتوسط. اليوم عندنا أول درس lesson 1 at the mall، أول درس باللغة الإنجليزية، وهو يشمل الباراجراف الأول اللي موجود باليونت الأول، وهو يتكلم عن المول، وكلنا نعرف إحنا المول. عندنا هنا at the mall يعني الكلام اللي راح يصير أو الصور كلها راح تخص مكان المول. Look at the paragraphs, match the numbered items with the words in the box. يقول شوف هذا الباراجراف وبعدين وصل الصور مع الكلمات اللي موجودة بهذا المستطيل اللي قدامنا. نجي على الكلمات. الكلمات هي سينما، كلنا نعرف شنو يعني سينما. clock ساعة، نتذكر من نقول لك what time is it، تقول له مثلا it's 3 o'clock. كلمة clock هي معناها ساعة. escalator، الاسكليتر هو الدرج الكهربائي اللي حاليا احنا نشوفه بالمولات. والانفورميشن ديسك هو كل مكان باستعلامات، يعني مثلا من ندخل للمطار، من ندخل للمول، اكو مكان تاخذ من عنده معلومات كأن تسأل على شيء معين يعني، فيسموه مكتب المعلومات، يعني الاستعلامات احنا نسميه. كلمة ليفت هي المصعد الكهربائي. plant اللي هو النبات. queue اللي هو السرة أو الطابور، احنا نسميه بالإنجليزي كلمة queue، أو نسميه line يعني خط. وبنفس الوقت يجي مثلا I'm standing in the line أو I'm waiting in the line، يعني واقفة أو دا أنتظر بالسرة، فيسموه queue أو يسموه line. security guard هو security الحماية، الشرطة كنا نعرفه بكل مكان أكو حماية. shop assistant الشخص اللي يكون بالمحل يبيع، يعني مساعد بالمحل. خلينا نقرأ الباراجراف ونشوف شنو الكلمات اللي ممكن تواجهنا أو الصعوبات، وراح أشرحها كلمة كلمة. Read what Richard says about a mall in England. What does he like? We have got a big mall in Manchester. I like going there with my family. يقول نحن we have got عدنا يعني a big mall بمنطقة مانشستر. I like going أحب أن أذهب there هناك with my family مع عائلتي. It has lots of good shops. بهذا المول it هنا تنص على شنو؟ على المول. تنص على المول. ليش؟ لأن المول يعتبر غير عاقل، ما أستخدم له هي أو شي، أستخدم له it لأن يعتبر غير عاقل. Anyway, it has lots of good shops يعني بيها محلات كثيرة من البضائع. I like the sports shops أني أحب محلات الرياضة. and the ones that sell video games وأيضا اللي تبيع sell يعني تبيع video games ألعاب الفيديو. There are loads of clothes shops وهنالك الكثير loads of الكثير يعني محملة clothes shops محلات ملابس. My father likes the electronics shops. أبويا والدي my father likes يحب electronics shops مع المحلات الإلكترونيات. He likes buying things for his computer. يحب يشتري أشياء للكمبيوتر تبعه. احنا اللي فوق أخذنا sell يبيع، هنا he likes buying. buy هي عكس يبيع، buy يشتري، sell يبيع. Okay. He likes buying things for his computer. يحب يشتري أشياء للكمبيوتر. I like going up and down in the lift because you can see everything. I like going up and down. أحب أذهب أو أروح يعني أصعد وأنزل up and down in the lift بالمصعد الكهربائي because you can see لأنه ممكن تشوف everything، تقدر تشوف everything كل شيء يعني. The mall has lots of restaurants. المول بيه كثير من المطاعم. There isn't a supermarket. نلاحظ هنا there isn't نفي.
There isn't a supermarket. ما في سوبر ماركت بي. So we can't go food shopping. ما نقدر نشتري أكل يعني ناكل يعني لأن ما في مطاعم. There are plants. هنالك plants نباتات يعني زرع. And trees أشجار. Everywhere بكل مكان. And there is a big car park. هنالك جراج للسيارة وكبير. وين مكانه؟ underground يعني تحت، يكون تحت المول. It has 3 floors. يعني المول بيه 3 طوابق 3 floors. ولاحظوا استخدم it has نستخدمها للمفرد عكس have نستخدمها إذا كان الفاعل جمع. زين. Sometimes my father can't find his car when we go home. Sometimes my father can't find. بعض الأحيان أبويا ما يقدر يحصل سيارته when we go home من نروح للبيت. It's very funny. شيء مضحك. شنو يقصد هنا؟ يقصد إنه مثلا لأنه الجراجات عادة ما تصير ويانا إحنا مثلا ننزل السيارة مالتنا بالجراج نمبر A هو 3 طوابق، يمكن يكون تحت الأرض أيضا طابقين أو 3 فقط للجراج، فأنت تضيع لأن الجراج كبير، ممكن يكون بالطابق الأول أو الثاني، بالإضافة إلى أنه نفس الطابق تكون بسكشنات يعني أجزاء، هذا الجزء اسمه A هذا B إلى غاية كم يعني حسب حجم الجراج. المهم هذا مو شغلنا. يقول إنه بعض الأحيان أبويا ما يلقى سيارته و it is very funny، وهذا الشيء مضحك يعني أنت وين وقفت سيارتك؟ ما تعرف وين وقفت سيارتك. عادة يحدث ويانا هذا الشيء كليتنا. Anyway, talk about a local mall. Use the language below to help. هنا يقول تحدث عن مول موجود بمنطقتك يعني local محلي يعني. use the language واستخدم الكلمات أو اللغة الموجودة تحت حتى تساعدك. إحنا راح هنا نشرح هاي الكلمات ونشوف شنو بيها شيء مهم، نعطي عنها فكرة ونترجمها. There is an information desk. There is نلاحظ الإز كتبها إنه باللون الأخضر، وهذا ما يدل على إنه الإز انتبه عليها. An information desk. An information desk يعني مكتب للاستعلامات أو للمعلومات. استخدم is لأنه الانفورميشن desk هو واحد، مكتب واحد، وحط كلمة an قبل الاسم information اللي هي المعلومات. ليش؟ لأنه an نستخدمها قبل الأسماء اللي تبدأ بالأحرف العلة، وإحنا نعرفها الأحرف العلة هي A E I O U. فهنا كلمة information لأنه بادية بالآي حطينا an. أوكي زين. أوكي زين، قلنا هسه an حطيناها قبل الاسم اللي بادي بالآي، وقلنا أي كلمة تبدأ يعني كاسم طبعا تكون الكلمة تبدي بالأحرف اللي هي A E I O U نحط لها an. بقية الأسماء اللي تبدي ببقية الأحرف، مثلا كلمة boy هي مو من ضمن الأحرف العلة، فأستخدم قبلها ما أستخدم an، أستخدم تصير مثلا a boy. كلمة girl البنت أستخدم قبلها a girl مثلا عن سبيل المثال. زين، الجملة اللي وراها there are. احنا اللي فوقها قلنا there is يعني مفرد اللي هو there is. الجمع مال الإز هو are. هنا راح نشوف فتشي راح يتكلم على فتشي أكثر من واحد. There are lots of clothes shops. هنالك lots of نستخدمها كصفة حتى نصف، نقول إحنا كثير، ونقول بالعراقي العام نقول هواية، مثلا هواي محلات. lots of كثير من محلات الملابس clothes shops that sell computers يعني lots of shops that sell computers، وكثير من المحلات اللي شو تسوي sell computers تبيع الكمبيوترات. زين، some plants هسه حدد بعض plants and trees وبعض النباتات والأشجار. زين، هسه هنا من حكينا قلنا عفوا there is an information desk و there are lots of clothes shops. الحين تحت عندنا شنو؟
there isn't a supermarket. هنا عندنا نفي. شوف نلاحظ الفوق هي there is يعني هنالك مكتب معلومات. هنا عندنا نفي there isn't ما في. هذا شي يبين لنا إذا أريد أنفي جملة بيها there is الإز اللي هو الفعل المساعد بس أحط النوت بعد الإز أو بعد الآر. there isn't a supermarket ما في سوبر ماركت. there aren't any sweet shops. نيجي على الآر هنا من حطينا النوت ننفيها حطينا وراها كلمة أني. إذن راح شو نقول؟ راح نقول من نشوف النوت راح نحط كلمة أني. there aren't any sweet shops ما في أي محلات للحلويات. تمام؟ يعني مثلا there aren't any sweet shops استخدمتها مع النفي مع الجمع. فهنا راح تكون aren't مقترنة بالأني. زين. It has a big car park. It منو الإت هنا؟ هذا الفاعل. من هو الإت؟ المول. has هنا has فعل تملكي. الهاز أستخدمها مع الفاعل المفرد اللي هي الإت she he أو اسم بدل الضمائر. مثلا علي has أحمد has. لكن إذا أستخدم مثلا mothers have fathers جمع استخدمت have children وهكذا. زين. It has a big car park لديه بارك سيارات كبير. أيضا it has a lot of clothes shops. It has lots of clothes shops. بعدين it doesn't have a swimming pool. It doesn't have any bakeries. هنا راح تقول لي منين جبنا doesn't؟ راح أقول لك إنه أنا من أريد أنفي الفعل أي فعل أريد أنفي فعل رئيسي أريد أنفي لازم أحط الدو زائدا النوت. طبعا الدو تعتمد على الفاعل. إذا الفاعل جمع أقول don't have. إذا في حالة المضارع طبعا. إذا الفاعل مفرد راح أستخدم doesn't have. الهاف أصلها has. إذا نرجع للجملة الأولى it has. لكن هنا صارت have. ليش؟ لأن هنا it doesn't هي من إجتي خلص هي تدل على المفرد. لأن does هو نستخدمه مع المفرد. الدو مع الجمع الفاعل الجمع. فالهاز راح أرجع للفعل الأصلي اللي هو have. تصير it doesn't have ليس لديه a swimming pool ما في حوض سباحة به. It doesn't have any bakeries ما في عنده أي مخابز. حتى مخابز ما في عنده. تمام. طلابنا لحد هنا بس حبيت أشرح لكم هذا اللي هو مهم واللي هو يخص الباراجراف الأول اللي هو at the mall. راح أقوم بشرح الباراجراف الثاني اللي هو يخص السيارة البانثر في الفيديو القادم إن شاء الله. وأتمنى أنه يكون عجبكم الشرح. وإذا عندكم أي استفسار أو سؤال تدللونه من عيوني. وأشوفكم بمحاضرة ثانية إن شاء الله. مع السلامة.